في ليلة بيضاء الزمالك يدعس مودرن سبورت ويصعد إلى صدارة الدوري المصري. ماتش مثير. الزمالك دخل سيطر وعمل كل حاجة في أول ماتش وسجل هدف عالمي من الصفقة. أخيرا بقى عندنا جناح يا جماعة، جناح يمين يتحسب فعلا ويتقال عليه جناح، مش بالونة اخره عرضيات بس ويستنى حد يجيب له ضربات جزاء ويخش يشوطها والاسم ان هو بيجيب اهداف. اخيرا بقى عندنا جناح زي الناس. اللاعب الواد يا جدعان، الواد هيموت نفسه كده وعمال يغل وجلع التيشيرت وراح للجماهير وطولة الماتش حتى بعد ما طلع وواقف على الخط ومستني الحكم يصفر ويلعب وعمال يشاور لزمايله ويلعب ويعمل حاجة. بصراحة كان نفسي بعدين عايد عن كل حاجة بعيد عن الفينا بقى اللاعب الأخيرا صفقة سوبر، يعني سوبر وباينة من أول لمسة إن هو سوبر. بس عايز أعرف حاجة زي شيكو بنزا ده اللاعب التور ده، هو ده يعني مش هيقدر يكمل الماتش؟ يعني ده مش يقدر يكمل الماتش واحنا سايبين ناصر ماهر وعبد الله السعيد اللي عنده 40 سنة مكمل. بعدين ناصر ماهر عمل خدع الناس كلها بماتش اول قدام سيراميكا بامتياز وبعد كده رجع لمستواه الحقيقي اللي هو مستوى حقير الصراحه، مستوى زباله الصراحه. راح زيج من مستوى ناصر ماهر كان في ايده يقتل الماتش ويباص الكره الانفراد اللي خدها من صبحي باص بس كده لألفينا كان هيقضي على الماتش 3-0. عايز اخش بقى على الدفاع الزمالك. انا عارف ان هو ساعات بيقطع الكرة بس ما فيش كرة بتنقطع وتتباصى صح. انت على طول بتلد وتطلع بره، تلد وتدي الكرة التانية لفريق موديل. انتوا خصوصا النهارده الونش زبالة اداء واطي واداء يعني الواحد يا جدعان والله الواحد متعصب وعلى اعصابه طولة الماتش. فاحنا بناخد مهدئات واحنا بنتفرج عليكم، فهي مش ناقصه. صلاح مصدق افضل من الونش مليون مره، ومحمد اسماعيل يا ريت الاتنين صلاح مصدق ومحمد اسماعيل ينزلوا مساكين بدل الاتنين مساكين لانهم ملط حتى لو هما واقفين برجين عاليين كده عاملين زي عمدان النور المقطوع عليهم الاضاءه والاشارات. يقطع الكرة مثلا بس مش هيعرف يباصي. يا عم الكرة بتتلعب تريح الكرة لزميلك، ريح الكرة بدماغك لزميلك. لا اما يديها للفريق مودين في كل الماتشات من اول الدوري ومن السنه اللي فاتت. لا تدي الكرة للاعيبه المنافس لا تطلعها بره. طب ليه؟ في لعيبه بتبقى كتير جاي وحتى لما الكرة تكون في رجلك مش عارف تطلعها صح. يا جدعان واقسم بالله احنا بنتعالج بسببكم. اهدوا كده وهدوا اعدائكم كده وحد يروح بقى لاي شركه اي زفت على دماغه يعرفوا يتدرب زياده يعرف ان هو الكوره تباص الكوره بدماغك. ايه يا جدعان؟ تعرف تباص الكوره صح بدماغك كده. الكوره مش لازم تجيلك تنطح في ايه، مش لازم كله نطح. في حاجه اسمها ان انت تقطع الكوره بباص كده لزميلك. اهدى على الكوره، استلم الكوره على صدرك. يا جدعان في ايه؟ اسوأ ما في الماتش بقى الحكم اللي انا كنت بعتبره حكم كويس ده كان حكم ضعيف الشخصيه. يا جدعان كرة دونجا، كرة بنتاك الراجل اللي قطع خلع النجيلة من الملعب كده وخلع رجليه وبيقول لك العب يا راجل انت مجنون يا جدعان. مش هتخلونا نتعصب على اللي جابوك. هو انت اسوأ ماتش في الدوري السنة دي للتحكيم هو ماتش النهارده. حكم سيء جدا جدا جدا، ضعيف في كل قراراته وبده يعمل ان هو شخصيه وكروت صفرة ومش عارف ايه وهو متوتر ومش عنده مش عارف مش عايز اغلط يا جدعان. بايظ خالص بصراحه اقسم بالله ضعيف جدا جدا. وحرام ان هو يحكم النهارده الماتش. اسوأ حاجه في الماتش النهارده هو الحكم، اسوأ حاجه. دارت فريق مش عارف الزمالك تراجع ليه مش عارف. انت جبت 2-0 افتح بقى السلك وشغل بقى باصات وبرازيل واسمر وبرقصوا سامبا. لا لقينا الزمالك رجع ورا مش عارف ليه يا اسطى جول. انا عايز بقى تفسير. الزمالك رجع ليه؟ لياقه بدنيه؟ لا مش لياقه بدنيه ابدا. وعايز زي ما بقول شيكو بنزا الطور ده بيطلع ليه وتسيب لي ناصر ماهر ليه يعني ليه؟ وبعدين ادم كايد انا بشوفك يا اسطى كنت بترجس وبتطلع مفيش كرة مراوغه واحده صح. انا مش الفيديوهات اللي احنا شفناها. هو انت فيديوهاتك غير فيديوهات الفينا؟ مع الفينا الفيديوهات هي الحقيقه اللي احنا بنشوفها. هو الطريق مهاري وبيرقص ويدخل ويسدد ار2. انت كنا بنشوفك بتعدي من واحد واثنين وثلاثه، دلوقتي ما بتعرفش بتعدي من واحد حتى. كل كوره بره او غلط.
مش عايز اطول اكتر من كده. فضلا وليس امر، لو اول مره يشوفنا يشترك في القناه ويكتب قناه باللايك الجميل وقول لي رايك في الكومنتات، ويلا سلام.